ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى فيديو جديد، وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني بجد يا جماعه، وحشتوني والله العظيم. وحشني التصوير جدا، وحشني ان انا انزل فيديوهات. وحشتوني وحشني كل حاجه بصراحه. فهنا بقى حبيت اطلع لكم بقى بنغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا زي ما بيقولوا. فيديو جديد، فيديو جميل ان شاء الله. ما تنسوش تحطوا اللايك، حطوا اللايك يا جماعه. حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. هنا بقى شقة عروسة ما شاء الله اللهم بارك. زي ما هتشوفوا معانا كل تفصيلة كده. دي اول حاجة شنطة المعالق والسكاكين. احنا طبعا اول ما فتحنا باب الشقة زي ما انتوا شفتوا معانا، اول ما تفتحي باب الشقة كده بتدخلي على طول على الركنة بقى، واللي هي الصالة يعتبر الركنة بقى، واللي حاطين الشاشة والكلام ده كله. زي ما هتشوف معانا كل التفصيلة دي الجزامة. الشنطة دي ما كانش لها مكان في المطبخ بصراحة، فهم كانوا حاطينها فوق الجزامة هنا كده. ودي الشيالة زي ما انتوا عارفين، وده الديكور اللي هو الشغل اللي هو حوالين الشاشة. وجايبين بقى فيه حاجات كده فازات وحاجات يعني ايه اكسسوارات حوالين الشاشة وكده. ودي ستارة صغيرة كده فاصلة في الصالة. وهنا نقول بسم الله وندخل بقى على الأوضة دي. الأوضة دي بقى فيها النيش وفيها بقى الحاجات اللي هي ملهاش مكان بره. يعني الأوضة دي فاضية، الأوضة دي زيادة حطينا فيها النيش، وحطينا فيها باقي الحاجات اللي هي يعني اللي هي ملهاش مكان في باقي الشقة بره. يعني لملها كده، لملها شوية حاجات حلوين. ده النيش زي ما انتوا شايفين معانا كده، حاجتها كلها ما شاء الله اللهم بارك يا رب. عايزاكم يلا يا جماعة كله ينزل في الكومنتات يكتب لهم ألف ألف مبروك، وربنا يسعدهم ويهنيهم ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب. وحطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك عشان عريسنا، حطوا اللايك وعشان عروستنا كمان. متنسوش اللايك يا جماعه، اهم حاجه اللايك هو اللي بيرفع للفيديو. ده طبعا الطقم اللي هو الايكو بايركس، بيبقى في منه الوان كتير على حسب اللون اللي انت بتختاريه. و مش عارفه متلخبطه بقى لي فتره ما منتجتش وما نزلتكمش فيديوهات فاعذروني بصراحه. شايفين هنا بقى خلصنا الاوضه دي، نطلع بقى ندخل على اوضه الاطفال. زي ما تشوفوها معانا، وشايفين المفرش اللي على على السرير بتاع الاطفال ده تحفه جدا يا جماعه، شكله جميل قوي. وهنا هتلاقوا بقى الستاره، اللي يركز بقى كده الستاره ما شاء الله بنفس لون السجاد اللي في الارض. شكله جميل جدا، واللون ده انا بحبه بصراحه، اللون ده حلو كده. شايفين زي ما انتوا شايفين كده. شقة العروسة دي هي حاجة كده يعني بصوا هو العريس والعروسة يعني حاجة كده في القلب. ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم. والعريس يا جماعة اللي بيسأل اللي هي يعني بينكم، انا عارفة ممكن ما تكتبوش في الكومنتات، بس في ناس ما تعرفيش هتسأل. دي شقة يا جماعة ابن سيلفي او ابن اخو جوزي على حسب ما انتوا تحبوا. فده بقى في القلب، في القلب ربنا يسعده يا رب ويهنيه ده يعني. هو وعروسته يعني في حتة تانية عندي، فربنا يا رب يحميهم من العين ويحرسهم ويرزقهم الذرية الصالحة اللهم امين يا رب. شايفين السجاد ده بقى؟ اللي متابعني كويس ومش عارف السجاد اللي عندي في اوضة الاطفال هيلاقيه شبه السجاد اللي في اوضة النوم بتاعة العريس، مقارب ليه جدا. نفس الدرجة يا جماعة ونفس المربعات بتاعته. والسجاد حاجة ما شاء الله برضو حلوة جدا. ودي الأوضة زي ما انتوا شايفينها معانا كده. هنا بقى ندخل على الميك اب والحاجات اللي على التسريحة بقى. ميك اب، برفانات، كل حاجة بقى خاصة بالعروسة. هنا انا اللي بصور، انا اللي ماسكة الموبايل، اللي لابسة العباية المستردة دي اللي انتوا شايفينها معانا. العروسة بقى اللي لابسة العباية الزرقاء. هنا بقى الحاجات دي البطاطين والحاجات دي كلها بنرصها فوق الدولاب عشان ملهاش مكان جوه الدولاب خالص. اول حاجه كده هندخل عليها، انا حطيت لها الهدوم الشتوي هنا فوق. انا اللي رصلها الدولاب ده يا جماعه، حطيت لها الهدوم الشتوي كده فوق. وكمان ما كفاش فوق، حطينا تحت تاني. في ناس ما بتجيبش كمية عبايات كده، بس انا قلت لكم في فيديو قبل كده وهقول لكم تاني برضو. في ناس يعني بتبقى مستغربة ان احنا بنجيب كمية العبايات دي. احنا يا جماعة هنا في الصعيد بنبقى في بيوت عيلة، فبنستخدم العبايات زي ما بنستخدم البجايم برضو. بس يعني بنستخدمها بطريقة يعني اكتر، لان معظم اليوم بقى بيت عيلة وكده، فلازم يبقى عندنا عبايات كتير. انا بعرف عرايس بيجيبوا العبايات دي كمية صغيرة جدا. بس لا يعني احنا عندنا هنا في الصعيد بنكتر من العبايات عشان في بيت عيلة بقى وكده، ولازم نبقى لابسين العبايات.
هنا ده الدولاب زي ما انتوا شفتوه، وشفتوا الهدوم والراسطة. وهنا بقى الشنط بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك. كمان رسمة التسريحة حلوة جدا، شايلة حاجات يا جماعة، يعني رسم، يعني التسريحة فيها اماكن كده شايلة كمية حلوة يعني. ديكور التسريحة نفسه حلو. هنا بقى الدرج ده هي بقى هتظبطه براحتها، لان يعني عارفين اللي كانوا بيرصوا بقى التسريحة حطوا لها شوية حاجات كده على بعضها. هي قالت انا بقى لما تروق كده وترتاح بعد الفرح هتظبط كل الحاجات دي، اي حاجة ما عجبتهاش هتشيلها وتعملها هي براحتها. هنا بقى دخلنا على المطبخ زي ما انتوا شفتوا كده. فوق المطبخ من فوق رسل لها وطقم الحلل كلها ما شاء الله اللهم بارك. وهنا بقى الكوبايات، ما اكتر بقى في الكوبايات، هتشوفوا معانا كمية كوبايات النهاردة ما شاء الله اللهم بارك. والحلل كلها زي ما انتوا شفتها معانا فوق المطبخ يا جماعة، شايفين ما شاء الله. برضو كوبايات تاني، كوبايات 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 ما شاء الله اللهم بارك. هي حاجتها كلها جميلة والله، حاجتها كلها جميلة وربنا يسعدهم ويوفقهم يا رب. ويا جماعة حطوا اللايك عشان العريس ده بقى عندي في حتة تانية خالص، العريس ده بقى عندي في حتة تانية خالص. فحط اللايك عشان هو يستاهل، ودي احلى فرحة واول فرحة لينا هنا، اول فرحة لينا في بيت جوزي هنا بصراحة. فده بقى كانت فرحة العيلة كلها. يعني اول حفيد في بيتنا هنا، واول عريس بقى، واول حد نجوزه، فكانت ليه فرحة تانية خالص. فرحة من القلب فعلا، فرحة الكل. فربنا يسعده يا رب ويهنيه. شايفين بقى هنا بقى حاطين على الرخامة طقم المجات ده زي ما انتوا شايفين كده على الستاند، وطقمين توزيع وكنك ستانلس وكنك جرانيد. وهنا بقى الكاتل البايركس، وكوبايات كمان تاني زي ما انتوا شايفين معانا كده. كمية كوبايات ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى الكوبايات وباقي الحاجة زي ما انتوا شايفين معانا كده. وطقم السكاكين ده حلو جدا على فكرة، شكله جميل قوي وخامته حلوة برضو. وده طقم الكنك الجرانيت زي ما انتوا شفتوه. وهنا بقى ده الميكروويف اهو. هنا بقى دي تقفيلة المطبخ من تحت يا جماعة، حط لها بقى فيها البلاستيكات، الحاجات الرفايع زي ما بنقول. دي الرفايع بقى اللي هي البلاستيكات وكل الحاجات اللي هي بتحتاجها في المطبخ يعني. حاجات كتيرة حطاها هنا اللي هي رفيع المطبخ يعتبر. هنا بقى صينية الفطار وبرده شوية حاجات رفيع كده حطينهم. وهنا بقى التربو زي ما انتوا شايفينه، وحاطين برضو عليه طقم توزيع كده صغير. وهنا التلاجة هي ما شاء الله اللهم بارك، وفوقها